السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم فيديو جديد. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا معايا في القناه لو لسه مش مشتركين. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديوهاتي وبكل جديد هنعمله وبنعمله. النهارده هنعمل طريقه الدوناتس، طريقه سهله وسريعه وحاجه خفيفه ما تاخدش منك 10 دقايق في البيت. هنيجي بالمكونات بتاعتنا: 3 كوب دقيق، كوب لبن، كوب سكر، بيضة، معلقة سمن، ذرة ملح، وذرة فانيليا، ومعلقة بيكنج باودر، ومعلقة خميرة. ومعايا كمان صوصات للتزيين: صوص شوكولاتة، صوص كراميل، صوص فراولة. هنا هنخلط بقى المكونات الجافة كلها على بعضها: الدقيق والخميرة والفانيليا والبيكنج باودر والملح. هنقلبهم كلهم في بعض، والسكر وكوباية اللبن والبيضة. كل المكونات دي هنضيفها على بعضها. انا في كان مشكلة واحدة بس معايا هنا في العجين، هي مشكلة ان السكر كان خشن شوية، فعمل معايا حبيبات في العجينة، وايه تحسوها مفتحة سنة. ومعلقة السمنة، حطيت معلقة سمنة، بس العجينة كانت مظبوطة جدا وكانت جميلة جدا والطعم كان مميز في الاخر. بس انصح يعني ان السكر يكون إيه اللي هو سكر ناعم مش مطحون، بس سكر ناعم، ما يبقى السكر خشن، لان السكر الخشن زهقني شويه زي ما انتم شايفين كده، خلى العجينه مش يعني ايه، مخلاها فتحت مني بس شويه. بس ظبطت معايا خالص في الزيت، وظبطت معايا في الشغل في الاخر يعني لما جيت عملتها وكده. عايزه اقول لكم، احب اشكر اي حد دخل قناتي جديد، واقول لكم نورتوني في قناتي والله المتواضعه، ومبسوطه قوي قوي بكل اللي دخل قناتي وقالوا احنا حابين القناه جدا وقناتك جميله. فانا بشكركم، ووجودكم ده شيء مفرحني جدا، واتمنى اكون قد اللي انتوا يعني بتتمنوه فيا وكده يا رب. فدلوقتي بقى بقطع الدوناتس زي ما انتوا شايفين كده بالكوبايه، قطع قطع، وبالاخر هلم العجينه وافردها تاني. اكمل بقيه القطع. كنت انا بعمل فيها انا وسلفتي. سلفتي بتقطع العجين بالكوبايه، وانا بعمل بغطا ازازه الفتحه اللي في النص فيه. وهتلم العجين وهتفردها لي تاني. شوشو يعني اللي جت عملتها معايا وكده. وهتلم العجين دلوقتي برضو وتفردها تاني وكده، نكمل بقيته يعني بقية الدونت. بس كده هتخبزها تاني. انا بقى هنا خدت التليفون وقلت اما اروح بقى احط في الزيت واوريها لكم. هنا بقى بحطيت في الزيت واحده اهو، بقلبها وبشوف هي عامله ايه. لقيت الامور تمام، هزود بقى واحط بقى الكميه بتاعتي وكده. إيه، انا عند ماما يا جماعه، وبقلي الدوناتس وبعمله هناك عند ماما، لان انا مش في شقتي على طول ومش عند ماما على طول، ببقى هنا وهنا، متواجده هنا وهنا. فعند ماما بعمل لكم وصفات، في شقتي يعني اعمل لكم وصفات على حسب يعني. إيه، المهم بحاول ان انا ما اتاخرش عليكم وكده. ده اول واحده دوناتس عملتها. هبتدي بقى انزل بقى في الحله دي، هتبتدي تاخد معايا 3 4 قطع يعني. ماما الحلة بتاعتها كلها ألمونيا، ما عندهاش حاجة تيفال، فعشان كده انا عملت لكم في الحله دي عشان يبقى الزيت غزير شويه. زي ما انتم شايفين كده حطيت الدوناتس. انا مجهزه بقى الصوصات على جنب، عشان هعمل لكم طبق دوناتس بصوص الفراوله، وطبق دوناتس بصوص الشوكولاته، وطبق كمان بصوص الكراميل. فالمتاح عندي بحاول اعمله لكم كده. كنا مبسوطين منه قوي، كان حلو بصراحه، طعمه كان لذيذ، وكان مظبوط خالص العجينه وسكره وكل حاجه فيه بصراحه كانت مظبوطه. بس افضل السكر يبقى ناعم زي ما قلت لكم قبل كده. عايزه اعرف منكم ايه اكتر حاجه عجبكم في المحتوى بتاعي، إيه بتشجعوني لايه اكتر اعمله، حابين الايام الجايه اعمل لكم ايه وانا اعمله برضو. إيه اكتر حاجه برضو عجبتكم وشدتكم، هي المقالب ولا ايه، ولا يعني الروتينات ولا ايه بالظبط؟ انا حابه اعمل اللي انتوا عايزينه واللي ترتاحوا له معايا في القناه. و... ولو عندكم افكار برضو اكتبوا لي في الكومنتات، وانا هنفذها لكم باذن الله. وهحاول انزل لكم بس باذن الله كل جمعه وكل اسبوع، هنعمل يوم نبقى فيه مع بعض فيه، ندردش بقى في اي حاجه عايزينها عن الشعر، عن البشره،
عن الروتينات، عن مقالب عايزين نعملها، اي حاجه ندردش فيها مع بعض باذن الله. بس هحاول انزل لكم على طول وكده. هنا بقى كنت بحط بقى الدوناتس، اشيل واحط، يعني اشيل كميه اتحمرت واحط غيرها. اللي بتحمر بشيله اول باول واحط تاني، واصفيه كويس بالمصفى، واسيبه على جنب لغايه اما اخلص الكميه اللي معايا كلها. زي ما انتوا شايفين كده، كان حاجه جميله والله. بكره بقى عايزه اعمل لكم برضو، احاول ان شاء الله يعني، هشوف يعني كان بكره او يوم تاني، روتين لمحمد ابني في الحضانه. عايزه اعمل لكم الروتين ده واصور لكم يومه عامل ازاي وهو رايح الحضانه. كان عنده حفله مدرسيه كنت عايزه اصورها لكم قوي، بس للاسف هو برضو كان تعبان ما راحش يعني. كان نفسي يروح واصور لكم اليوم ده، كان هيبقى يوم جميل وممتع بصراحه. بس هو هيستلم الهديه بتاعته بكره. الهديه بتاعته ان شاء الله بكره هياخدها. فان شاء الله هحاول يعني اليومين الجايين ان انا اصور لكم يوم دراسي لمحمد، وبيصحى ازاي وبيتعبني قد ايه وهو بيقوم، وبيروح امتى وبيجي امتى وايه نظامه هناك كده. يعني هصور لكم الدنيا دي كلها ان شاء الله. هعمل لكم فيديو حلو ليه، واستنوا الفيديوهات اللي جايه، فيديوهات جامده بجد. انا عامله كذا فيديو معايا دلوقتي، فيديوهات حلوه قوي وقويه وفيها حاجات جامده قوي. فاستنوا الفيديوهات الجايه لانها تعجبكم قوي بصراحه، يعني بجد هتتبسطوا بيها. فاستنوها كده وتشوقوا ليها كده، عشان هي تستاهل بجد انكم تستنوها وكده. هنا بقى اللي بقيت كمية الدوناتس اللي معايا. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروا بقى الفيديو ده على قد ما تقدروا، وتعملوا سبسكرايب للقناة. ظبطوا الدنيا كده. انا بتلخبط في الكلام قوي، معلش، بس مرة في مرة كده هناخد على بعض، مش عارف، استحملوني بقى. خلاص كده الدوناتس احمر. ابتدي اشيل الكمية بقى دي، تالي كده خلاص يعني. هشيل بقى الدوناتس وكده خلاص بقى، دي الكمية اللي معايا خلصت. خلاص كده حطيت 3 اطباق دوناتس. ده الغطا اللي كنت بعمل بيه يا جماعة، غطا كوباية اي حاجة. هبتدي بقى ازين لكم الدوناتس بتاعنا. زي ما انتوا شايفين كده الكمية كلها طلعت كلها جميلة ومظبوطة، مفيش فيها اي مشكلة والمقاس بتاعها واحد، لا كانت تحفة. ده صوص الكراميل، بنزله الاول لتحت لانه كان ثابت في القاع بتاع العلبة. وهبتدي بقى ازين بيه زي ما انتوا شايفين كده، بس هكتر يعني اخليه تقيل شوية عشان ايه، تبقى قطعة الدوناتس متغرقة كراميل، اللي ياكلها يبقى حابب الطعم بتاعها. تحفة ما شاء الله ما شاء الله، كانت تحفة، والطعم كان حكاية. احنا اكلناها واحنا واقفين، اكلناها في الاطباق دي واحنا واقفين، مش ما قعدناش، كلنا وقفنا هجمنا عليها خلصناها واحنا واقفين من جمالها والله وطعمتها. ده صوص الشوكولاتة، لا الفراولة، ده كده صوص الفراولة برضو. زينا طبق كراميل وطبق فراولة زي ما قلت لكم. صوص الشوكولاتة بقى اللي هو كان تقيل شوية، كان ممل وانا بحطه، بس مش الحال يعني، الدنيا مشت خلاص يعني. هو بصراحة تقيل قوي، معرفش قوامه كده ده طبيعي ولا ايه، لان يعني كنت بجيبه قبل كده كان مخفف شوية زي الكراميل كده، كان بينزل ويروح ويجي. انما المرة دي كان متماسك قوي يعني، كان بصعوبة بينزل، بضغط بايديا الاتنين ومش قادرة اضغط عليه من كتر ما هو متماسك. شايفين بينزل زي قطع كده، شايفين مش بينزل بسهولة خالص، ولو نزل منه حاجة بتنزل كشكل قطعة واحدة متماسكة بالعافية. بس كده خلاص كده عملنا صوص الشوكولاتة، وكده خلصنا الاطباق بتاعتنا وخلصنا الدوناتس بالصوصات اللي احنا عملناها بيها. ويا رب تعجبكم، عايزاكم تجربوها وتقولي في كومنت هي اخبارها ايه وعجبكم ولا لأ. كترت صوص الكراميل لاني بعشقه بصراحة، فزودت منه شوية. وخلاص كده دي الاطباق اهي، بوريها لكم برضو من قريب. وما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناة،
وتشيروا الفيديو ده على قد ما تقدروا. وبصراحة طعمها كان تحفة والله بجد، عايزاكم تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات، وبإذن الله هتعجبكم. وهتقولوا لي ان شاء الله زي ما قلت لكم في الكومنتات. وما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.